السلام عليكم. النهارده هنتكلم في كل شيء يخص زرار للعميل في الصفحة الرئيسية. لو جينا ندوس على زرار للعميل هنلاقي عندي شوية زراير تانية. عندك زرار اشتراك عميل، ده هستخدمه امتى؟ لو العميل أول مرة يجي عندي للورك سبيس وعايز يحط بياناته. تمام؟ لو العميل كان جاي لي مثلا من سنة وانا كنت باعت له رسالة على الواتساب، فالرسالة دي هتحتوي على كود العميل. قدام هنشوف ازاي نبعت رسائل على الواتساب للعميل، فبيتبعت معاها كود العميل. فالراجل جه قال لك انا كان ليا عندي كود قبل كده، يبقى انا مش هدوس على اشتراك عميل، يا اما هجدد له باقه يا اما هدخله على الغرفه كعميل يومي يتعامل بالساعات. تمام؟ يبقى انا امتى ادوس على زرار اشتراك عميل؟ لو العميل اول مره يجي لي الورك سبيس، اول مره نتعامل معاه، فانا عايز ابدا احط بياناته وبعديها هديله الكود اللي هيطلع عندي. الكود ده هيبقى معاه مدى الحياه، هيبدا بقى يستخدم بيه باقه، هيبدا يخش كيومي هو ودماغه هو وراحته. لو دوسنا على زرار اشتراك العميل هندخل الاسم بتاع العميل، هنقوله مثلا كريم عادل، رقم الهاتف. هل شرط ان انا املى باقي البيانات؟ لا. يبقى انا ممكن اكتب الاسم بس واروح جاي مختار الموظف اللي قاعد. مين الموظف اللي قاعد على الجهاز دلوقتي؟ سعد سمير مثلا هو اللي قاعد على الجهاز. في جزئيه مهمه جدا وهي جزئيه اختيار الباقه. انا عندي الباقه يا اما يوميه، فالعميل ممكن يخش الغرفه عادي ويتعامل بالساعات، يا اما باقه نوعها ايه، ودي بتبقى عدد ساعات معين خلال فترة، وليكن 20 ساعة خلال الأسبوع، يبقى هو يستخدم ال20 ساعة براحته. ممكن يستخدم النهاردة 5 وبكرة يستخدم 5 وبعده يستخدم 5 وبعده يستخدم 5 وخلاص كده الباقة خلصت. عندي باقة نوعها بي وهي عدد ساعات كل يوم لمدة معينة. يعني انت عندك الباقة اللي اسمها اي كي بتوفر لك خلال ال3 ايام كل يوم ساعة، التوتال 3 ساعات. فانت ليك النهارده ساعة وبكره ساعة وبعده ساعة. لو انت جيت النهارده واستهلكت ساعتين، يبقى انت هتتحاسب على الساعة الزيادة ان هي يومي، يعني انت قعدت ساعة زيادة من الوقت بتاع الباقة، يبقى هنحاسبك على الساعة دي. الباقة النوع التالت عندي اللي هي السي، وهي unlimited خلال فترة. باقة اسبوعية، باقة شهرية، باقة سنوية، شوف انت النظام عندك ماشي ازاي. تمام؟ فالعميل بعد ما دخلت بياناته هقول له والله انت عايز تشترك في باقة ايه؟ قال لي انا مش عايز اشترك في باقة، انا عايز اجي كل يوم استهلك عدد معين وخلاص. خلاص تمام. فانا هختار عميل يومي عادي جدا. وما تنساش الموظف ده مهم يا جدعان ان احنا نختار الموظف اللي قاعد دلوقتي. ليه؟ لان انا عندي تحليل لاداء الموظفين، فالموظف ده بيتسجل عندي ان هو عامل كام تاسك، وهنشوف برضو في الفيديوهات القادمة بإذن الله. طيب زي ما انت شايف انا كده خلاص، بعد ما دوست خلاص تسجيل العميل، بيقول لك ان كود العميل 23. فانا هقول للعميل انت كودك 23، تكتبه تحفظه، المهم ان انت تبقى عارف كودك. تمام؟ لو الكود ضاع ممكن اجيبه عادي، لكن العميل بعد كده انا مش هتعامل معاه بالاسم، هتعامل معاه بالكود. تمام؟ عندي زرار تعديل بيانات العميل. امتى استخدم الزرار ده؟ لو انا هعدل على بيانات العميل او هعدل على باقة العميل. بمعنى ايه؟ بمعنى العميل لسه جاي دلوقتي الكود 23، كان اسمه كريم عادل. انا عايز ابدا احط الرقم الهاتف بتاعه 010، عايز ابدا احط العمر 24، عايز ابدا احط النوع، عايز ابدا احط الداتا بتاعته، كليه هندسه. تمام؟ والله كنت حاطط بيانات غلط زي رقم التليفون وعايز اعدل عليها، هروح داخل بعد كده على تعديل بيانات العميل وابدا اعدل على رقم التليفون. تمام؟ المدينه مثلا، بس خلاص كده. يبقى انا ممكن اعدل على بيانات العميل عادي جدا، اروح جاي كاتب الكود، هيظهر لي الداتا بتاعته، ابدا اعدل عليها او اعدل على الباقه. هنفهم يعني ايه هنعدل على الباقه دلوقتي. بص يا سيدي، لو جينا على العميل اللي هو كوده 19، هنلاقي ان العميل مشترك في باقه نوعها بي. طيب الباقه دي هتنتهي امتى؟ يوم 11/5. انا عايز الباقه تنتهي النهارده،
هي الفكره كلها ان انا ممكن اعدل على البيانات. يعني ايه اعدل على البيانات؟ يعني مثلا اعدل على تاريخ الانتهاء، اخليه مثلا يوم 7/5. مش كده الباقه خلصت؟ لو جينا للغرفه وندخل العميل اللي هو كود 19، هيقول لك انتهت صلاحيه الباقه، المفروض ان هي تنتهي 7/5. طيب الفكره في ايه ان انا اعدل بيانات الباقه؟ بص بيقول لك كمان ان الباقه خلصت، هل انت عايز تخش كعميل يومي ولا الموظف هيروح يجدد الباقه؟ انا كعميل عدد ساعات الباقه بتاعتي خلصت او التاريخ انتهى، يعني من الاخر الباقه بتاعتي خلصت، ممكن ادخل كعميل يومي واتحاسب بالساعات، او ممكن اروح اجدد اشتراك الباقه. مش كده وبس، مش شرط الاتنين دول، ده ممكن كمان ان احنا نمدله يوم زياده. يعني مثلا عندنا عميل حاجز باقة مدتها مثلا 20 ساعة خلال الأسبوع، فالعميل ده استهلك ساعة واحدة، والنهاردة امبارح الباقة خلصت، فأنا ممكن أزود له النهاردة يوم عشان هو استهلك ساعة واحدة. فممكن أجي على زرار للعميل وأجي على تعديل بيانات العميل وأحط الكود بتاعه اللي هو مثلا 19، وأبدأ أعدل على تاريخ الانتهاء. مش كده وبس، ممكن العميل يكون مثلا استهلك الباقة بتاعته كلها، هتلاقي هنا صفر، استهلك الباقة بتاعته كلها، الساعات كلها، فممكن مثلا اديله نص ساعة زيادة، ممكن اديله ساعة زيادة، فاهم؟ يعني من الاخر انا مش بجدد اشتراك، انا بعدل في الباقة بتاعت العميل، يا اما بعدل في البيانات بتاعت العميل. تمام، هنعمل حفظ الباقة. لو جينا دلوقتي ندخل العميل اللي كوده 19، هيقول لك ان هو عليه ديون 20 جنيه قبل كده. تمام، اهو بيقول لك اتبقى له نص ساعة، ماشي. وبيقول لي كمان عليه ديون 20 جنيه، هل انت عايز تدخله دلوقتي ولا لا؟ انا هدخل عادي العميل، او بيقول لك تم تسجيل عميل. تمام. طيب هنعمل انتهاء جلسة، ودي الفاتورة. هل هيدفع الديون دلوقتي؟ بص هو مش هيدفع فلوس زيادة، لان هو ما طلبش ولا طلبات ولا قعد اكتر من الباقة بتاعته، لكن كان عليه ديون سابقة، هل هيدفعها؟ لا مش هيدفع الديون السابقة دلوقتي، لسه عليه ال 20 جنيه. طيب الكلام ده هنبقى نتكلم فيه بالتفصيل الممل في الغرف. تمام، خلينا بس ايه نعدل على بيانات العميل اللي كود 19، ونعدل على تاريخ الانتهاء اللي هو ايه نخليه 7. كده الباقة انتهت. تمام، انا دلوقتي كموظف قاعد على السيستم، جالي عميل عايز يبدأ يستهلك من الباقة بتاعته، كود العميل 19، نبدأ نعمل تسجيل العميل للغرف. بيقول لك ايه انتهت صلاحية الباقة، يعني الباقة بتاعتك وقتها تاريخها انتهى. فقدامك حل من ثلاثة، يا اما هدخلك كعميل يومي، يا اما هجدد لك اشتراك الباقة، يا اما ممكن امد لك يوم كمان من الباقة. طب انا عرفت ازاي اعدل في الباقة، عايز اعرف، طبعا انا مش هدخله كعميل يومي نو، عايز اعرف ازاي اجدد اشتراك الباقة. هندوس على زرار للعميل وندوس على تجديد باقة، هنبدأ ندخل الكود اللي هو ايه 19، هيبدأ يقول لك كل المعلومات بتاعت العميل، الاسم مثلا، الباقة نوعها بي، التاريخ المفروض 7/5/2026. هنبدأ نختار له الباقة الجديدة، وليكن الباقة اللي هي دي بتوفر له 20 ساعة خلال ال 30 يوم ب 500 جنيه. الراجل عايز يدفع دلوقتي 300، خلاص تمام مفيش مشكلة، هيبقى عليه ديون بعد كده 220 جنيه، ده إجمالي الديون. لو جينا نبص على سداد الديون وجينا كتبنا الكود بتاع العميل اللي هو 19، هنلاقي عليه 220 جنيه. طيب دلوقتي العميل بقى ليه باقة خلاص، ممكن يخش بيها. اهو ادي الغرف، ادي 19 عليه ديون، بيقول لك عليه ديون، عايز تدخله الغرفة ولا لا؟ عايز ادخله الغرفة، جميل، ولكن باقته ما انتهتش. طيب يبقى انا خلاص عرفت، لو العميل اللي قدامي اول مرة يجي وعايز ابدأ اسجل بياناته، هدوس على اشتراك عميل. لو عايز اعدل على البيانات بتاعته
او عايز اعدل في تفاصيل الباقه اللي هو مشترك فيها، هدوس على تعديل بيانات العميل. لو عايز اجدد اشتراك الباقه هدوس على تجديد باقه. تمام. مش كده وبس، ده ممكن عميل يومي عايز يشترك في باقه، هدوس على تجديد باقه. شفت العميل اللي احنا لسه عاملينه من شويه اللي هو الكود بتاعه كان 23؟ تعالى نوريهولك. 23 ده عميل يومي، مش يعني ما عندوش باقه زي ما انت شايف، لا يوجد باقه نشطه. تمام. العميل ده ممكن يخش عادي جدا في الغرف اليوميه وتبدا تكتب الكود بتاعه اللي هو 23 ويبدا يتحاسب على الساعات اللي هيقعدها. تمام. طيب تعال نتخيل ان العميل ده بعد 4 5 ايام، تعال نتخيل ان العميل ده بعد 4 5 ايام جه قال لك انا عايز اشترك في باقه، مش عايز احضر يومي. هنخش على زرار للعميل ونخش على تجديد الباقه ونبدا نكتب كود العميل اللي هو 23 ونبدا نختار له الباقه. نبدا نختار له الباقه عادي جدا وهدوس على تجديد الباقه. تمام. يبقى زرار اشتراك العميل ده مش هدوس عليه غير في حاله ان العميل اول مره يجي، انما العميل عايز يجدد اشتراك هدوس على تجديد الباقه. العميل كان يومي وعايز يشترك في باقه هدوس على تجديد الباقه. تمام. وقدام في زرار الغرف هنعرف ازاي نحول العميل المشترك في باقه لعميل يومي. طيب بالنسبه لزرار حذف العميل فده بيحذف اي عميل عندك في النظام، والزرار ده ما فضلهوش الصراحه. يعني يفضل ان بيانات العميل تبقى مخزنه عندك عشان تعرف تتواصل معاهم قدام، ولكن برضو انا اعطيك الاكسس الكامل ان انت ممكن تحذف عميل نهائيا من النظام. طيب بالنسبه لسداد الديون، لو في عميل عنده دين، يعني مثلا العميل اللي هو كود 19 عليه دين 220 جنيه، ممكن يدفع مثلا النهارده 100، فهدخل المبلغ وادوس على سداد. تمام. طيب بالنسبه لزرار بحث عن بيانات العميل، بص بقى، زرار بحث عن بيانات العميل، زرار بحث عن بيانات الموظف، اي زرار اسمه بحث عن بيانات فده بيبحث عن كود. يعني لو العميل نسى الكود بتاعه ممكن ابحث عليه عادي جدا، ادخل الهاتف بتاع العميل وادوس على بحث هيبدا يظهر الكود بتاعه. يا اما هتحلل بيانات يا اما تشوف التقارير. تمام. طيب يعني مثلا في عميل حجز عندك باقه 20 ساعه خلال الاسبوع، فجه قال لك بعد ما استهلك ال 20 ساعه جه قال لك انا ما استهلكتش ال 20 ساعه، انا ما جيتش 20 ساعه. تقول له والله كل الجلسات اللي انت جيت فيها مخزنه ومسجله. طيب ازاي تقدر تشوفها؟ هتخش على بحث عن بيانات العميل وتخش على بحث عن معاملات عميل وتحط الكود اللي هو مثلا 7. هتقول له والله انت جيت مثلا تاريخ 4/5/2026، جيت الساعة 3:39 قعدت 6 ساعات و11 دقيقة ومشيت. جيت بتاريخ 4/5، جيت الساعة جيت بتاريخ 4/5 برضو، جيت الساعة 3:09 قعدت 26 دقيقة ومشيت. يعني انت حرفيا جيت وطلعت مثلا عملت مكالمة وجيت تاني، فاهم؟ طيب جيت مثلا بتاريخ 5/5/2026 قعدت 4 دقايق. طيب يبقى بحث عن الكود، انا هبحث عن كود العميل. بحث عن معاملات العميل ده عبارة عن سجل بيسجل فيه العميل جه بتاريخ كذا، قعد من الساعة كذا للساعة كذا. طيب ممكن كمان تتتبع استهلاك الباقات، تشوف للعميل اتبقى له قد ايه من الباقات. وممكن طيب في زرار مهم عندك اسمه تحليل البيانات. الزرار ده بيوفر لك تحليل بيانات العميل، نسبة الاستهلاك قد ايه عشان تبعتها له على الواتساب. يعني هدخل مثلا كود العميل وليكن 7. طيب ده عميل يومي زي ما انت شايف، العميل ده مش مشترك في باقة حاليا ولكنه كان بيجي يحاسب يومي. جه
بالظبط 9 مرات. قعد بالظبط طول الوقت في الورك سبيس، في التسع مرات قعد 28 ساعة. إجمالي الوقت كله، إجمالي الدقايق قعد 159 دقيقة. تمام. دفع كام؟ دفع كام في التسع مرات أو في ال 28 ساعة اللي قعدهم؟ دفع 1631 جنيه. ده إجمالي الفلوس اللي داخلالي أنا منه. طيب زي ما أنت شايف يوم 4/5 جه قعد في حدود الخمس ساعات، ويوم 5/5 جه قعد مثلا في حدود الساعة ساعتين، و7/5 جه قعد أكتر من 20 ساعة. 22 زي ما كنا شايفينها في التقارير. طيب ده لو انت عايز مثلا تعرف تفاعل العميل عندك، عشان مثلا ممكن تعمل له خصم قدام، عايز تعرف العميل جه كام مرة لحد دلوقتي. طيب بالنسبة لي زرار تحليل مواعيد ده عشان تعرف ايه اكتر وقت بيجي فيه العميل ده. يعني العميل ده اكتر وقت بيجي فيه بيجي على الساعة 19 ل 20، يعني بالظبط الساعة 7/8. 7/8 يعني زي ما انت شايف ان العميل جه 9 مرات. مرة جه الساعة 12 بالليل وواحدة بالليل، ومرة جه الساعة 3 الفجر، وجه مرتين على الساعة 3 العصر، وجه مرتين على الساعة 7، ومرة جه الساعة 10، ومرة جه الساعة 11. هو بيقول لك أكتر وقت جه فيه قبل كده مثلا على الساعة 7. تمام. بالنسبة لي تاريخ الباقات، يعني أنت لو عايز تعرف العميل ده اشترك في كام باقة قبل كده عشان تعرف دماغ العميل مثلا. تمام. تاريخ الباقات مثلا هيقول لك ان العميل ده عمره ما اشترك في باقه. العميل ده مرتاح، العميل ده مرتاح ان هو يجي يومي، لانه جه 9 مرات قبل كده ولحد دلوقتي ما اشتركش في باقه. فهو الراجل نظامه كده، فاهم؟ طيب تعال نشوف عميل تاني وليكن مثلا كودو 8. بص بقى، العميل اللي كودو 8 ده استهلك من الباقه بتاعته 100%، يعني معناه ان اخر حاجه كان هو عاملها كانت باقه. طيب زي ما انت شايف الباقه نوعها ايه، كانت تاريخ البدايه بتاعتها كانت 4/5، المفروض تنتهي 3/6. لسه يعني التاريخ الانتهاء زي ما انت شايف لسه ما انتهاش، لكن الراجل استهلك 100% من الباقه بتاعته، لان هو كان ليه 20 ساعه والساعات المتبقيه زيرو. تمام. هو دفع في الباقه دي 500 جنيه. طيب ممكن ابعت الشكل ده للواتساب للعميل، اللي هو انت اتبقى لك قد ايه من الباقه، تاريخ البدايه، تاريخ الانتهاء، الساعات المتبقيه. تمام. عندك زرار تحليل المواعيد. الراجل ده اكتر وقت بيجي فيه الساعه 22، يعني على الساعه 10 بالليل. تمام. الراجل ده جه 5 مرات، جه 5 مرات، وفي الخمس مرات استهلك ال 20 ساعه. المفروض 20 ساعه خلال شهر، هو استهلكهم في الخمس مرات دول، هو دماغه كده. طيب متوسط مده الجلسه كانت 7 ساعات و30 دقيقه، يعني في الخمس مرات دي تقريبا متوسط الجلسه الواحده كانت 7 ساعات و30 دقيقه. طيب زي ما انت شايف الراجل جه مرتين. ابقى شوفوا دي الساعه كام يا جماعه، انت عندك الساعه 12 و3. طيب الراجل جه مرتين الساعه 3 العصر، وجه مرتين على الساعه 10، وجه مره. ابقى احسب انت دي بقى الساعه كام. طيب انا عايز اعرف العميل ده اشترك في كام باقه لحد دلوقتي. هاجي على تاريخ الباقات، هلاقي ان العميل ده اشترك في باقه واحده لحد دلوقتي. تمام. طيب ده معناه ان العميل ده يعني اشترك في باقه وبعد كده بقى يومي، او ما جددش، او ما جاشي، فاهم؟ تعال نشوف عميل مثلا كودو 10. بص كده العميل ده اشترك في 3 باقات لحد دلوقتي، يبقى العميل ده بيميل اكتر للباقات. تمام. بالنسبه لتحليل الباقات، فهتلاقي ان هو مره اشترك في باقه، ومره اشترك في باقه، ومره اشترك في باقه مختلفه. العميل ده بيحب يجرب مثلا باقات، مش ثابت على باقه. ممكن تلاقي الشكل ده عند عميل تاني، ان هو مثلا في باقه مثلا نوعها ايه مثلا، او اسمها ايه، اشترك فيها مثلا يجي 10 مرات، وباقه تانية اشترك فيها مرتين نوعها بيه. فافهم من كده ايه، ان هو ما حبش الباقه بيه،
وممكن قدام اعرف الناس اللي جربت الباقه دي مكمله عليها ولا لا، لان ممكن قدام اعرف الباقه دي عند كل الناس اللي حجزوها لسه مكملين فيها ولا لا، لان ممكن تكون فيها عيوب. الباقه ايه دي، هل كل الناس بيتعاملوا معاها ولا لا، لان ممكن تكون ميزه للنظام بتاعك. طبعا الاسئله دي ممكن نجاوبوا عليها من زرار تحليل الباقات. لان في تحليل الباقات، الصفحه دي هنتكلم عليها بالتفصيل في تحليل البيانات. الزرار ده بيحلل الباقات بحيث ان انت تعرف ايه الباقات الاكثر استخداما عندك، زي الستاندرد باكج والاي كي. الباقات دي اتطلبت 10 مرات ودي اتطلبت 10 مرات. يعني ممكن نقول ان الستاندرد باكج واي كي هي الباقات المميزه عندي اللي انا لازم اطور منها اكتر بحيث ان العدد فيها يزيد اكتر. الناس كلها بتركز على الباقات دي، وبالرغم ان الاثنين دول قد بعض في الطلب، لكن الستاندرد باكج دخلها اعلى من دخل الاي كي. ممكن نستفاد ايه تاني؟ ممكن نعرف الباقات الاقل استخداما زي المانس 2، نبدا نعدل عليها، زي نقلل سعرها، نزود الوقت فيها، مع ان دي مانس يعني المفروض شهريه. ممكن نقلل في السعر بتاعها بحيث ان العدد الناس اللي بيطلبوها يزدادوا اكتر. تمام. رغم ان المانس اقل عددا، لكنها ليست اقل ربحا، لان انت عندك قليله ربحها قليل جدا. بس هنبقى نتكلم على الصفحه دي لما يجي وقتها بالتفصيل، وايه الفوائد اللي ممكن تيجي منها.